كلمة السر كيف كده؟ كيف هنا. ادخل تعال. السلام عليكم يا معلم هجراسي. بحبك. يا حمار، حد شافك وانت طالع؟ لا، بس كل ما هنالك البواب شافني وانا داخل لك. يبقى حد شافك يا غبي. ما علينا. جبت الفلوس؟ حاضرة. جبت البضاعة؟ البضاعة كمان حاضرة، بس اعمل حسابك ان السعر زاد تاني. تاني يا معلم هجراسي. انت بقى وبطل عصبية. بس احنا متفقين على السعر ده من شهر يا معلمي. معلش، دي حاجتي وانا حر فيها، وبعدين البضاعة دي مش موجود منها في السوق. حاجة نظيفة جدا. ما اختلفناش، بس دي تاسع زيادة الشهر ده يا معلمي. ما انا قلت لك بقى حاجة نظيفة. تستهون ببضاعتي ولا ايه؟ ما اقدرش يا معلمي. هتشتري ولا مش هتشتري قبل ما تغلى تاني؟ تاني برضه هشتري غصب عنك يا اهدى بقى وسيبك من شغل حسام حسن ده. ماشي، هشوف البضاعة الأول يا معلم. عينيا الاتنين. انت بتشكك في بضاعة الأجرسي؟ مش القصد يا معلم هجراسي، أنا بس كنت بحبك. يا حمار افهم، الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. انا بقالي اسبوع بجمع لك في البضاعة دي، 5 ايام منهم بدور على فرخة تبيض الشوية دول، فما تبيضش عليا بروح ما امك. اقصدش ابيض يا سيد الناس، بس امال بقى. انا محتاج اجرب الاول. اسلقولي بالطين. وهو كذلك. طب القاش عندك ازازة زيت يا معلمي؟ في زيت شعر. فقد الشيء لا يعطيه يا معلم. قصدك ايه؟ قصدي تفكك بقى من شغل ابراهيم حسن ده وتشوف لنا صفقة بصل مثلا. صفقة بصل؟ وانا الشاذلي بروح امك؟ ما تجيبش سيرة امي. وكفايه بقى توتر علاقتنا بالشاذلي اكتر من كده. طب رز، كل مكرونه، دقيق، كل عيش، عدس. اما اللي ما يعرفش يقول عدس. ما انا ما اعرفش يا معلمي. ما تعيش عيشه اهلك بقى بروح امك. ما تجيبش سيرة امي متوفية. سلم واستلم. كام دول؟ 340,000 جندي. والباقي؟ الباقي هديهم لك بنيه. احبك يا حمار.